اهلا بيكم في قعده رايقه جديده النهارده من مكتب شركه وعد الاستشارات مع المؤسس المدير التنفيذي السي او كل حاجه طارق بيه هنداوي بنفسه. اخبارك يا طارق؟ حبيبي يا عامل اسطى، ايه؟ ايه نورتني الاخبار؟ حبيبي. الحمد لله. عايز اقول لكم ان الحلقه دي بتتصور في رمضان، ودي الحلقه الوحيده اللي صورتها في رمضان، وان شاء الله هتنزل على العيد بالظبط، فكل سنه وانتم طيبين. والنهارده انا عايز ابدا معاك. اعرف ان انت عندك كام سنه؟ 29 28 صح؟ شهر 5 يتم 29. سؤال طيب وقدرا. حبيبي انت طيب. وقول لي انت ازاي وصلت ان انت تقدر تبدا المحتوى ده، تقدر انت تعمل شركه؟ ايه بدايتك؟ مين طارق هنداوي؟ بص، هو الموضوع من اول جه صدفه، يعني على قد ما الكلام ده كليشيه وممكن يبان اللي هو قصه كفاح من من لا شيء، بس هو الموضوع كله جه صدفه. يعني عمري ما تخيلت ان انا ممكن اقدم محتوى خصوصا في المجال ده خالص. بعيدا عن المحتوى، انت بدات ازاي اصلا في حياتك؟ ايه اللي خلاك اصلا تفكر في المشروع ده؟ اشتغلت فين قبل كده؟ تمام، انا خريج 2019 بكالوريوس تجاره شعبة اداره اعمال، بس انا من وانا صغير وانا بشتغل تقريبا من وأنا عندي 10 سنين. بس مهنتي الاساسيه اللي اشتغلت في اخر يعني سنين قبل ما اشتغل في مجال العلاقات ده او المحتوى بشكل عام اللي انا بقدمه، كنت شغال في مجال المطاعم السياحيه. بداتها عادي من وانا عندي 18 سنه، كنت حتى لسه ما دخلتش الجامعه. بداتها من باص بوي لحد مساعد مدير فرع. اشتغلت بقى في شرم الشيخ، اشتغلت في الساحل، التجمعات، اللي هي المطاعم دي. وحوار المحتوى ده جه صدفه، يعني انا من زمان انا مش مهتم الا بثلاث حاجات: الفلوس، ازاي اعمل فلوس، وازاي اختار زوجة كويسة تنفعني، وفي نفس الوقت برضو الصحة وكده، عضلات والجيم والحاجات دي. فدول اكتر ثلاث حاجات. وانا صغير وانا بحب ان انا اتعلم، يعني يبقى عندي ثقافة فيهم بحيث ان انا اقدر اتطور فيهم. بس موضوع العلاقات ده، يعني انا زي اي شاب، الفكرة كلها ان انا كان عندي فضول زيادة، ان انا كان بيحصل معايا حاجات كتير جدا ما ببقاش فاهمها وانا عندي 18 سنة. ما كنتش ببقى فاهم ده بيحصل معايا منين، كنت بعمل حاجات بيقولوا عليها في الافلام والمسلسلات، وبعدين اكتشف ان العلاقه مش بتكمل. وبعدين بقى يعني لحد الكلام ده، لحد مثلا سن الجيش كده، خلصت جيش فبخدت بقى الموضوع جد، انا بدور على حد بقى اتجوز والكلام ده. اكتشفت بالواقع بقى ان الواحد هنا في الوطن العربي كل المعلومات واخدينها من الافلام والمسلسلات والاغاني. مفيش حد بيقول لنا هو الراجل اصلا ايه الحاجات اللي يعني نقدر نقول ان الحاجات دي نقاط قوته. زي ما احنا بنقول مثلا البنت مثلا في البداية نقاط قوتها مثلا جمالها، اخلاقها، احترامها. طب هي اصلا الست تكون مع الراجل ليه؟ هل بتكون معاه زي ما احنا بنبقى واخدين من الافلام والمسلسلات والاغاني ان احنا نهتم بيها ونقول كلام حلو ونحتويها وكل الحاجات اللي بتقولها لك الحاجات دي، البرمجة دي؟ ولا في حاجات تانية للراجل؟ فبدأت ان انا افهم نفسي كراجل، بدأت انا ادور على ولا مصادر. بدات من بره في الاول؟ الحمد لله، يعني بعرف اتكلم انجليش كام سنه، فبدات ان انا ادور ما كانتش هنا في الوطن العربي في اي حاجه. يعني كان في مثلا ثلاث نصايح تخليها تعجب بيك ازاي، لو قلت شعرها كده تبقى لها كده، اللي هي البنت تحبك، وحاجات تافهه كده. فبره في الغرب لقيت محتوى يعني قيم وعميق، فبدات ان انا اتعلم، وبدات ان انا اطبق ده على نفسي، وبدات ان انا اشوف ده على ارض الواقع. لقيت نفسي بتغير، ثقتي في نفسي بتعلى، بقى عندي وعي، بقيت اعرف ازاي الشخص المناسب ده قصادي بيتلاعب بيا، الشخص دوت فعلا يناسبني مش يناسبني. فبداتش ان انا اضيع وقت في علاقات او حد انا شايفه مش مناسب ليا بغض النظر عن جمالها او شكلها. الريد بيل الاول الموضوع ده كان قعد حوالي 5 سنين. الاول كان مغاربه بس اللي عاملين الريد بيل. المغاربه فعلا. وبعد كده اكتشفت القناه بتاعتك بالصدفه، كنت بتفرج عليك ومش في دماغي خالص، اللي هو قلت الواحد في الوطن في كام حد تاني شفتهم، بس هو اكتر واحد حسيت اللي هو بريليت لي هو انت يعني. حسيت اللي هو شبه، يعني عشان ممكن عشان فرق السن انت مع انك اكبر منك، بس ماشي. المهم، كنت بتفرج عليك انت الوحيد في الوطن والباقي كله من بره. بس الكلام ده من زمان، يعني انت اتفرجت عليك بعد ما انا اصلا بدات اتغير وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده. وبعدين فتره كده قلت طب ليه ما ابداش انا محتوى؟ انا عندي زاوية مختلفة، أو عندي فورمولا أو معادلة مختلفة، مع احترامي لبتوع الريد بيل وكل حاجة. بس أنا عندي حسيت إن أنا مريت بتجارب كتير جدا، وبدأت زي أي حد. والحمد لله دلوقتي وصل إن أنا مش بس فاهم نفسي، أنا كمان وصلت لمرحلة اللي أنا أصحابي أو الناس القريبين مني هم اللي بدأوا يقولوا لي كده. يعني دي حاجة أنا كنت ما قلتلكش عليها قبل كده، إن أنا الناس اللي حواليا كان في ناس كتير بتقول لي
انت لازم تعمل محتوى على السوشيال ميديا، بس انا عمري ما دخلت نفسي ان انا اعمل محتوى على السوشيال ميديا، وده السبب اللي خلاني ابدا في الاول اعمل محتوى بالكتابه. انا ما كنتش متخيل نفسي انا الشخص اللي يدي نصائح للرجاله عن البنات. فاللي هو انت عارف، انت فاكر نفسك اللي هو عندك ده عادي، بس بعدين اكتشفت ان انت اصلا متفوق عن 99% من الرجاله، بسبب ان انت اصلا يعني اولا مريت بتجارب كتير، ما كانش عندي الايجو بتاعي اللي هو يخليني ان انا اقول لا العيب من البنات. فكنت بغلط غلطات كتير وبروح اتعلم واعرف الصح واطبقه، ومع الوقت لقيت نفسي اللي هو لا انا متمكن، اعرف ازاي اتعامل مع البنت. زائد شغل كمان خلاني اتعامل مع ناس كتير جدا من آم، ليفلات مختلفة. وحتة ان انا اتكلم مع حد اول مرة واكسر الجمود واقدر اتعامل مع ناس غريبة دي كانت سهلة جدا. فدوت خلاني ان انا يبقى عندي اوبشنز كتير او اخلق لنفسي اوبشنز كتير، بس كنت بخلقها يعني ببوظ كل حاجة. انا مش فاهم انا طب بعمل ايه اللي ايه. ساعدك يعني بعيدا عن العلاقات؟ اسالك سؤال، ايه اللي ساعدك؟ انت قلت لي بدات من اول خالص في المطاعم، بعدين بقيت مساعد مدير او مدير فرع، فكان ايه السر في ان انت ترقيت الترقيات دي؟ الادميه بس ولا كان في حاجه معينه بتعملها؟ جميل قوي، حلو جدا السؤال ده. اللي خلاني اترقى ان انا كنت يعني عارف انت، لما بدات المجال ده كنت شغال في مدينة نصر دي من قبل اصلا ما اشتغل في المجال ده. كنت شغال من ثالثه اعدادي الاولى سنه، كنت شغال في مكتبه في مدينه نصر مم. 3 سنين. فاول مطعم اشتغلت فيه دايما كنت بشوفه من بره كده، عارف انت، عامل زي التحفه المعماريه. كنت ساعات بخش وادخل حاجات جوه الناس طالبين حاجات من المكتبه، كنت بخش واتكلم بيه. كنت بقول لنفسي يا سلام اشتغل في يوم من الايام ده. المهم بقى دي اختصار القصه يعني، خلصت شغل في المكتبه 3 سنين، قلت انا افضل طول عمري شغال في المكتبه. كنت ساعتها ايه، داخل على اولى كليه، وكليتي او المعهد بتاعي كان في مدينه نصر. رحت قدمت في المطعم ده واشتغلت. من اول ما اشتغلت وقعت في حب الشغلانه بقى. فكره ان انت بيجي لك ناس ما بعرفش الناس ديت، بس هم مش جايين ياكلوا، جايين يتبسطوا. فحبيت الموضوع من حته ان انا شغلانه نظيفه، ان انا بحب دايما استكشف وبحب دايما ان انا اعرف ناس جديده بغض النظر عن خلفياتهم ايه. الترقيات انا ساعتها المجال ده كان عندنا اكتر من بوزيشن، والشركه اللي كنت شغال فيها كان عندنا اللي هو تقدر تترقى بعد كل 6 شهور. فانا كان عندي اللي هو ايه، نفسي في يوم من الايام او مدير فرع، مدير فرع من الفروع دي. فكنت بشوف البوزيشن اللي بعده ايه واتعلم من المدير او اسال حاجات، او البوزيشن ده المفروض اعمل تاسك ايه، اتعلم اللي اقدم مني او مدير. وكنت برضو بطلع افتح اليوتيوب اتفرج اتعلم. الناس كانت سالكه معاك اللي هو عادي يعلمك؟ عادي يعلمني؟ اه. لا مش كله طبعا، مش كله، بس كانت بتلف الايام واللي انا كنت ببقى عايز باخده. يعني اول مكان مثلا اشتغلت فيه بدات حاجه اسمها باسبوي، اقل من اليوتيوب. بعدها بسنه ونص كنت انا بظبط ده بيعمل ايه؟ المفروض الباس بوي دوت المهنه دي او البوزيشن ده ما بيبقاش موجود، بس هو شغلته ان هو بيرفع الترابيزات الاطباق، ويشيل الاطباق اللي مش كويسه او اللي خلصوها، ويشيل الورق المفروش ويمسح الترابيزه ويرجع يفرش اطباق تاني. بس كده اه ده كان بدايتك؟ اه. لسه موجود؟ لسه مش الناس بتعمل كده لحد دلوقتي؟ لا هم شالوه بقى، ده شغل الويتر بس. الويتر ليه شغل تاني، والكابتن ليه شغل تاني، والسوبرفايزر ليه شغل تاني، ومدير الصاله ليه شغل تاني، ومدير المطعم ليه شغل تاني. مم. انت بقى كان اللي يعني مثلا انت عايز تبقى تطلع في الليفل، حسيت ان اسهل مثلا الناس اللي لها منصب او لها بوزيشن حقيقي زي مثلا مدير فرع كان بيعلمك اسهل من مثلا ما الويتر بيعلم الباس بوي؟ لا طبعا. الاكتر حد كان بيعلمك هو اكتر حد انت كنت بتحسسه، دي اتعلمتها برضه، بتحسسه بالبوزيشن بتاعه. يعني كان انا بس الخير مستر احمد حجاج كان هو من ساعتها مدير الصاله، او مساعد مدير الصاله يا رب، اول ما اشتغلت في المجال ده. وكان الشخص ده على مستوى الشخصي كنت اللي هو شخص انت تحبه، شخص تحب تتعامل معاه على مستوى الانساني بره شغلي. مم. فانا كنت قريب منه بره شغلي، فكان اما بتكلم معاه في الشغل كان بيعلمني، ما كانش يدخل عليا باي معلومه. يعلمني مثلا حاجات في البوزيشن بتاعي مرتين. فيجي مثلا يحصل مثلا عجز او حد ياخد اجازه او يغيب، والشخص البوزيشن اعلى مني مش موجود، وانا اعمل كفر او اغطي مكانه. مع الوقت بدات كده، مم. اللي هو ده مش موجود، طب طارق ما هو قديم، طارق بيعمل شغله، طب ما نرقي طارق، ايه المشكله يعني. صح، يترقى طالما مفيش حد. طب حلو والله انه كنت مطعم بجهز زي نفسي يعني. كان في مطعم تاني يقول لك لا اخلي طارق في مكانه واجيب حد جديد يشيل الشغلانه. ما دي كانت شركه بقى، كان لها 8 فروع، وكانت شركه لها سيستم، وكان يعتبر احسن براند مطاعم ايطالي في مصر مم. على ايامها يعني، اسمه كورتيجانو. اول مره اسمع عنه. ما انا بقول لك كان ساعتها بقى الكلام ده، انا اشتغلت الكلام ده في 2015 شهر 11 2014. كمان امم زمان قوي. زمان. طب مين اكتر حد ما كانش سالك معاك وهو بيعلمك حاجه؟
اكتر في المطعم ده ولا عموما؟ عموما فالمطعم ده كمان اللي اتكلمنا فيه يعني. افتكر مثلا كابتن كان اقدم مني، وكان دايما لما يلاقيني بعمل حاجه ليها علاقه بالبوزيشن بتاعه كان بيزعق لي يقول لي خليك في شغلك ما تدخلش وكده. قعد كده كتير لحد ما هو انت مالك كده داخل في شغل ليه؟ هتاخد مكاني. وكان اللي هو فاهم، كان ماشيها ميري قوي. وبعدها بكام شهر اكتشف ان هو بيضرب من التبس بيسرق. واللي اكتشف كده الاداره، مش اداره الفرع ده، الشركه من الكاميرات. ومشوه بفضيحه، ما خدش مرتبه. وانا مسكت الفرع مكانه، وكنت انا كابتن الصاله. ليه كان بيموت من جوه؟ عادي يعني، بقول لك انت فكرتني، ده حاجه مش في دماغي اصلا، بس انا بقول لك يعني انا مسكت مكانه. وبقيت انا اللي مسؤول عن الصاله كلها تحت المديرين. بس اشتغلت في المكان ده 4 سنين، بعد كده رحت اشتغلت سنه في شرم الشيخ. برضه ادتني وجهه نظر اكتر في الحياه، الكلام ده في 2017. واشتغلت برضه في الساحل الشمالي، اشتغلت في التجمعات. اتعاملت بقى من اول الناس الطبقه المتوسطه لحد اتعاملت مع اليهود، اتعاملت مع اسرائيليين، اتعاملت مع عرب، مع روس، مع المان. كل ده في شرم. اتعاملت مع الطبقه الاي كلاس في التجمعات. التجمع الخامس ولا الرحاب، اشتغلت هناك في امريكان، اشتغلت في مدينه نصر كتير جدا. كل ده خلاني اتعامل مع ناس كتير، فانا بالنسبه لي كانت نقطتي او نقطه ضعفي. الكلام مع الناس اصلا في الاول انا كنت انت اتحطيت في النار. بالظبط، لدرجه ان انا اول 7 ايام، اول 5 ايام في كورتيجانو ده بيبقوا تيست. يا تنفع يا ما تنفعش. كسرت اطباق في اول 5 ايام، قالوا لي انت ينفع يا اما تمشي، يا اما تخش في المطبخ تغسل اطباق. قلت لهم معلش، ما هو جاي بقى مستر احمد حجاج ده، قالوا معلش ادوا يوم تاني. اشتغلت يومين، ما كسرتش حاجه وخلاص، معانا في الصاله. بعدها بسنه ونص كنت ماسك الفرع كله كستاف فوق تحت المديرين. بعدها بسنه ونص وفضلت مكمل في المطعم ده، في الفرع ده 3 سنين ونص. بعد كده اشتغلت في فرع تاني 6 شهور. بعد كده سبت الشركه، رحت اشتغلت في شرم الشيخ في ليفل، يعني لو عارف انت ليفل تاني، ان انت المكان اللي كنت بشتغل فيه ما كانش بيخشوا مصريين، لازم تخش بباسبور ان انت جنسيه يعني. فرحت عملت هناك، فمهاراتي واللي انا اتعلمت في المكان ده خلاني يبقى نفس المستوى بتاع ناس شغاله في مجال المطاعم. مفيش مقارنه ما بين المطاعم والفنادق. الفنادق ليفل تاني في الخدمه وفي السيرفيس وفي المهنه. فانا رحت كنت نفس الليفل بتاعهم، وكمان يمكن اكتر كمان. يعني كان معايا ناس مثلا بقالها 7 سنين في فنادق زي ريكسوس ومش عارف ايه وامواج. انا كنت بروح اشتغل مع الناس دي بسبب المكان ده. وقتي اهم من ان انا ارتبط او يبقى في حد في حياتي او كده. ده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي، ان ده اصلا ما بدات اعمله بقت البنت بتقدر وقتي اكتر، ونظرتها ليا بتتغير 180 درجه. انا ممكن ابقى موجود ساعتين في الاسبوع احسن عندها من ان انا ابقى موجود 5 6 ساعات في اليوم. صح. فاهم؟ ومن هنا بدات في الاربع 5 سنين دول اللي انا اخلق بقى فلسفتي اللي انا مشيت عليها، وبدات اللي انا انقلها في الواقع. يعني مثلا من اكتر الحاجات اللي بتجيلي في المحتوى، هو انت ليه بتقول ما تتكلمش في الشات، او الشات ليه بيقتل اجذاب البنت. فاهم؟ خصوصا بعد اول اسبوع اسبوعين. انا انت متاح طول الوقت، مش اكتر. تقدر توصل لك بمسج، بغض النظر مسج ولا بتاع، بس اللي هو وقتك وتركيزك هم اغلى ما تملك كراجل. لو انت البنت بتقدر توصل لهم بسهوله وبالذات من الاول، انت وبشخصيتك وكل اللي ممكن هي تعرفه عنك ما يسواش 5 جنيه. ليه بقى؟ لان الراجل اللي بيشتغل على نفسه وقيمته عاليه مش متاح من الاول. فعلى عكس ما كان متصدر لنا ان انت لازم تهتم وتعمل في الاول والكلام ده كله. واكتر وقت لازم تتعامل مع البنت ان هي بني ادم غريب. انت بتبادر تتكلم، تمام، بس مش كل يوم، مش طول اليوم. يعني الراجل هو اللي بيبادر مش البنت اصلا. هو الراجل بيبادر، بس الراجل لازم يبقى عنده الذكاء اللي هو يقدر يعرف هل البنت دي منجذبه ليه ولا. يعني ما تجيش واحده مثلا زميلتك في الجامعه وتقول انا هبادر، وهي اصلا ما تعرفش شكلك او شافت صورتك على الواتساب وانت اصلا واخد رقم مع حد، وتقول مثلا ايه انا ببادر. انت ممكن يكون مش عاجبها. الحركه دي هتبان انت شخصيتك ضعيف، ضغط حاجه رقمها من ورا تكلمها. لا، انت تتكلم مع حد يكون هو سامح لك ان انت تتعرف عليه. ولو هو عمل كده معنى كده ان هو منجذب ليك شكليا، والانجذاب ده اهم حاجه. يعني مفيش واحد هتتكلم معاك لما تكون عاجبها شكليا. وانا مش قصدي شكليا ان انت تبقى بحاجات معينه، قصدي شكليا ان انت تكون بالنسبه لها الطيب بتاعها. واحنا مختلفين، انت نفس الكلام عنك طيب. مش متفق قوي في ده. انا كنت اعرف بنات، انا بتكلم كانجذاب، انا ما قلتش ان ده حتى كان تحبك جزاء كنت ولا. اعرف بنات اول ما كلمتها قالوا لي لا لا لا، ما بنكلمش ملونين عشان انا ملونه يعني. انت قالت لي برضه. مع ذلك ما بتكلمش ملونين دي
كل بنت قالت لي الكلمه دي بقت بتعشق حاجه اسمها احمد هيثم بعدها بشهر. انا معاك، بس اللي بتقول لك عليه ده، عارف انت ايه؟ تفاحه ولا برتقال؟ فاهم ازاي؟ عادي. يعني إيه اللي عايزه تقوله لك او قصدها؟ انت مثلا تفاح وانا بحب البرتقال، بس مش واقع. معنى كده ان انت مش حلو. بس هي مش هتقدر اصلا تتعامل معاك ولا تتكلم معاك لما عارفه ان انت جذاب، وانا مش جذاب عشان ما اخشش في حته البلاك بيل، ودي ممكن نتكلم فيها عشان انا رايي مختلف تماما عن اللي انا بقوله ده، بس دي هنتكلم فيها بعدين. لا انا شايف ان مالها البلاك بيل؟ عارف انا ضد البلاك بيل يعني، فانت معاها ولا ضدها؟ ضدها 100%. اشمعنى؟ هنتكلم براحتنا بذكر اسماء ولا بدون ذكر اسماء؟ يعني بص، هو انا عموما ضد البلاك بيل في حته ان انا مش شايف ان انت المفروض تبقى هوس الشكل عندك. البلاك بيل فلسفه سوداويه شويه، اللي هو يا اما انت جيناتك كويسه يا اما مش كويسه، او مش لا، كويس في ناس تاني بيقول لك لا، في حاجات تاني وبتاع ومش عارف ايه يعني بيحاولوا ان هم يحط لك السم في العسل، بحته اللي هو انت لازم تشتغل على كذا وكذا وكذا، بس انت لو مش كذا، سي مثلا طولك كذا يبقى مش لا يا حبيبي. هو انت لو هتيجي تبص مثلا الشكل ده مش بس طول، ده حاجات تانية كتير. تمام. اول حاجه انا بشوفها جذابه في الراجل هي قوته هنا، مش قصدي عضلاته. فاهم ازاي؟ قصدي على نصيته. لا شكليا. امال ايه قوه بص ايه يا فندم، بالظبط؟ اقول لك انا على حاجه، انت طول ما انت بعيد عن ان انت تبقى نحيف جدا وبعيد عن ان انت تبقى اوفر ويت، فانت كده في الميدل، في الوسط، في النص. تمام. شخص طبيعي. حته الطول دي، البنت طول ما انت اطول منها خلاص انت في السيف زون، مش محتاج ان انت تبقى اطول منها بكتير 20 سم ولا بتاع. انا مثلا 175، عمري في حياتي ما واجهت مشكله ولا اعرف ان الطول ده مشكله اساسا الا لما سمعت عن البلاك بيل ده. تمام. وعمري ما حسيت ان انا عندي مشكله في شكلي خالص. مش متفق معاك كمان يعني، ممكن انا اصعب منك شويه. انا شايف ان حتى لو البنت اقصر مني عادي مش تفرق معايا في حاجه. لا ما انا بقول لا لك. لا العكس، انا اتلخبطت. لو انا اقصر من البنت عادي. لا انا هنا هخش لك من حته جينيا. حتى لو بص، ما دي النقطه اللي بقول لك عليها، أنا ما قلتش ان ده الحالات دي مش بتحصل، بس انا بتكلم ان الراجل عنده لسته كبيره جدا من عوامل الانجذاب. تعالى نقول ان العلاقه ثلاث ليفلات: انجذاب، اعجاب، حب. الانجذاب دي المرحله الاولى، يعني اي حاجه من غير ما تفتح بقك البنت تقول للشخص دوت انا عايز اتكلم معاه. ممكن بقى يبقى طولك، ممكن عينك الزرقاء، ممكن يبقى عضلاتك، طب والانجذاب فرق عن ممكن الاعجاب؟ يبقى شعرك الجميل. استنى بس، انت قلت انجذاب اعجاب حب، ولا الانجذاب فرق عن الاعجاب؟ طبعا مليون في ايه المية. الفرق؟ ماشي، دي فلسفتي انا بشوف الانجذاب انت مش محتاج تعمل مجهود. هو زي ما انت سي مثلا احمد هيثم مثلا في الجامعه، تمام، عنده ايفنت مثلا تبع الجامعه، تمام، واحمد الدكتور قال له اطلع اشرح حاجه معينه، احمد شرحها احسن من الطالب المتوسط بمراحل. احمد هنا هيبقى هو اكتر راجل جذاب في القاعه. طب والاعجاب بقى الفرق؟ الاعجاب ده لما انت تشوف وتتعامل وتتكلم مع الشخص فتره طويله الى حد ما شهرين ثلاثه، وتبدا تشوف الصفات الشخصيه اللي في الشخص، البنت دي كل الحاجات الحلوه، وتقول البنت دي مثلا على سبيل المثال طموحه، البنت دي مثلا تعرف تسمع كويس، البنت دي مثلا آه علاقتها باباها مثلا كويسه، البنت دي كذا. فكل الحاجات الحلوه دي تمام كده. لو انت هنا قلت لي انا عرفت كل ده وفي حاجات كتير جدا حلوه، تمام، انت كده معجب بيها. انت تقول انا بحب الشخص ده لما تعاشره بقى 6 شهور سنه وتعرف عيوبه، ما يكونش عندك ان هي تغيرها وتكون متقبلها، لان كلنا فينا عيوب. فانا ماشي بمبدا ان العلاقات بالتشابه مش بالتكامل. يعني ما تقولش مثلا احنا بنكمل بعض، لا، انت على قد ما تقدر حاول انت تقرب من نسبه 99% ان البنت دي شبهك في قيمك، في طريقه حياتك، في لبسك وفي كل حاجه. يعني ما تروحش مثلا واحده مثلا تلبس بلاطيل تقول لي البسها زي البلاطيل هو الجينز ده البسها كذا بيستعوض، ده جاي يهزر. مثلا، او هي مثلا بتطلع شعرها من الطرحه وانت عارف كده وتقول لها هغيرها بعدين، انت كده بتضحك على لا نفسك. لا، ده خد ضحك على واحده نفسه. الاول، ما تعبش مع بنت الا لما تكون ظاهريا ما عندكش حاجه تقفلك منها. اكيد، بس انا شايف المصطلحات بتاعتك ممكن تبقى احسن. يعني فكره انجذاب واعجاب، هو نظريا المصطلح معنى كلمه انجذاب هو معنى كلمه اعجاب. اللي انت قصدك عليه مختلف، انت فرقت بينهم لما شرحت لي، انا فهمت. بس مصطلح اعجاب نفسه هو اللي هيفهم، يعني انا فهمته غلط. بالظبط. ممكن تبقى انجذاب وراحه، يعني أنا فلسفتي انجذاب وراحه. فاهم؟ انجذاب وراحه. وراحه. ما هو ده انجذاب برضه.
لا يعني انجذاب دي مرحله والراحه دي مرحله. الانجذاب قصدك امان ولا راحه ايه؟ نقول مرتاحين لبعض، ودي اللي انت كان فيها في الاعجاب اللي هو الحاجه اللي هي لا انا ما كويسه بشوفش. او كده. انا بشوف الراحه دي اسمها توافق، او انا بشوفها بس توافق. انت ما حطيتهاش في لسته العلاقات بتاعتك، انت قلت انجذاب اعجاب حب، ما جبتش ما انا سيره بقول لك التوافق. توافق، توافق من ناحيتين. تتفرج انت بتتكلم على بنت شهرين ثلاثه وهي بتسمع احمد وعارفه معلومات عن احمد، تمام، ولسه مكمله مع احمد، فهي شايفه ان احمد الحاجات اللي هي عايزاها في الشخص اللي هيكون معاه موجوده في احمد، فيحصل توافق. يعني مش بنت مثلا على سبيل المثال مثلا هتبقى مع حد بتتكلم معاه فتره، ودي على فكره اغلبيه العلاقات بتخلص كده، اللي هو يقول لك انا مش عارف اتغيرت معايا ليه، شافت منك حاجه مثلا كنت المفروض تعملها و... عملت وجربت عكسها، العكس، عملت عملت عكسها. عكسها. مثلا المفروض كنت تاخد قرار وما عرفتش تاخده، وانت لا انت شخصيتك ضعيفه فاتقفلت منك. لا بس مش شرط يعني، ساعات بيبقى في توافق اللي هو توافق انت كشخص ده اهم حاجه، في توافق مع افكارها دي حاجه تانية يعني. الاتنين مختلفين. بس خليني اسالك سؤال. انت قلت الانجذاب اعجاب حب، ودي الفلسفه بتاعتك. هل الحب ده بالنسبه لك يمنعك ان انت مثلا بتحب بنت وتقول ان انت هتخطب قريب ان شاء الله؟ ف فهل الحب ده بالنسبه لك يمنعك ان انت تفكر في بنت غيرها، او اه ترتبط ببنت غيرها، او تحب بنت غيرها كمان؟ اه طبعا. انا بالنسبه لي هو الراجل ما يقدرش يحب الا واحده بس. ازاي؟ بس لو هنتكلم عن المراحل اللي انا قلت عليها، انا مثلا زمان، زمان مش دلوقتي، كنت مثلا في مرحله البدايات دي، اذا كان انا ما قلتش للبنت بحبك او مش ناوي ان انا اتجوزها، عادي ممكن اعرف اكتر من حد، بس عشان انا لسه ما عرفتش دي كفايه. بس انا لو قلت لك بحبك يبقى انا متقبلك بعيوبك ومميزاتك وشايفك ام الاولاد. لو ما قلتليش بكلمه بحبك دي، خلاص. عشان كده كلمه بحبك بقت سهله الايام دي. يعني الشباب مش واعي كفايه بايه الحاجات اللي هي فعلا لما تطلع منها تبقى تقيله لها وزن. ما عندهاش وعي ده، عشان كده انا سميت شركتي شركه وعي. اللي انا شايف ان الوعي مهم جدا من ناحيه انا كراجل ايه الحاجات نقاط القوه عندي. يعني انا ما عنديش نقاط قوه غير اللي انا بعمله للبنت، يبقى انت كده ما انت بتعرفش نفسك كراجل، ما بتعرفش انت مثلا. استنى بس، استنى انت تاخدني في حته تانية وتسيب اللي انا عايز اكلمك فيه مم. بالراحه. يعني ايه الراجل يحب واحده بس؟ انا مقتنع ان الراجل ما يقدرش يحب الا واحده بس، او يتجوز واحده بس. يقدر يتجوز اكتر من واحده، اوكي مش مشكله، ربنا يحلله كده، بس انا بكلمك عليا انا، انت حته ان استنى، انت انت. قلت ما يحبش الا واحده بس، يعني وفقا لايه؟ وفقا لحاجات كتير جدا. ايه هي؟ على سبيل المثال انا شايف ان الراجل في حياته، بحيث ان هو اما يبدا ياخد قرار ان هو يبقى في حد في حياته او يرتبط او يتجوز، ده بياخد وقت وطاقه ومجهود وكل الكلام ده. ماشي. وعلى الجانب الاخر ده جزء من حياته، عنده شغل وعنده مثلا اهله، عنده كذا عنده كذا عنده كذا عنده كذا. فانا بشوف ان الحب هو عباره عن مجهود، سواء بيطلع بقى المجهود اللي انت توفر امان، حمايه، مصاريف الست دي، كل الكلام ده كله. مش قصدي حب هنا بقى اللي هو ايه، انت مغرم بيها او انت مش شايف غيرها. انا بتكلم حد مناسب ليك، حد انت عاشرته، حد متقبله، اللي هو الحب بتاع زمان بتاع ابونا وامنا ده، اللي هو اللي احنا اتعلمنا اتربينا عليه. انا شايف بقى ان الراجل اما يلاقي حد مناسب ليه ويقدر اللي هو ياخد معاه الخطوه ديت، هي واحده بس، مش ليه واحده محتاج. بس؟ يعني انا شايف ان الشرع محلل لك اربعه، ما فيش يعني ربنا هيحللك تتجوز اربعه، يخليك ما تحبش الواحده؟ لا هو مش معنى ربنا مخليك اربعه يبقى انت تروح تتجوز اربعه، دي اتاحه. يعني سي مثلا قلت لك احمد، لو انت هتيجي من وسط البلد تقدر تيجي مثلا من صلاح سالم او من جسر السويس او من شارع مثلا مصطفى حافظ، مثلا ثلاثه هم، اديتك اوبشن. هل انت عشان تيجي لي لازم تمشي من الثلاثه في نفس الوقت؟ لا ممكن تتجوز واحده اتنين تلاته اربعه، بس ممكن احب الاربعه عادي. او انت تقدر تتجوز اربعه او تقدر تصرف على الاربعه، بس ما تقدرش تحب الاربعه. ليه؟ ما انا بقول لك اهو. يعني وفقا لايه؟ انا شايف ان انا اقدر احب اربعه عادي. بالنسبه لك ايه الحب؟ ما هو ايه الحب بالذات؟ انت ايه الحب بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي الحب اللي الشخص دوت كل ما يكون بالنسبه لي شبهي في القيم وفي المعتقدات. او انا هنا مش بتكلم كلام فلسفي، انا بتكلم انا مثلا عايز مثلا الشخص اللي معايا يكون بيتحمل مسؤوليه مثلا، مش واحده دلوعه مثلا. فدي حاجه بالنسبه لي مهمه. فمن تابوها الدلوعه او اول مره مثلا
تنزل مثلا تشتغل دي انا مش عايزها، مش عايز واحده مثلا تكون بتشتغل مثلا. فبالنسبه لي عايز حد مثلا على سبيل المثال يكون عندها حاجه بتشغلها، تعرف اللي هي تشيل مسؤوليه نفسها. فممكن تكون مثلا عامله مشروع نفسها من البيت، ممكن تكون بتشتغل مع باباها مثلا، اللي معايا مثلا شغاله ماسكه شغل باباها وقريب من بيتها، فعندها حاجه تشغلها. فبالتالي ده بيديني فرصه ان انا اقدر ان انا ما ابقاش شاغل بالي الشخص اللي معايا دوت قاعد مركز معايا. انا مش عايز حد مركز معايا حتى لو متجوز، انا عايز حد عنده حياه وانا جزء من حياته والعكس صحيح. فبالنسبه لي كل ما تكون حياتها دي بشخصيتها باهلها باصحابها بذكرياتها شبهي قوي، وده صعب جدا، كل ما احس ان الشخص دوت مريح ليا على المدى الطويل واقدر اعيش معاه من غير ما اغيرها وتغيرني. فده بالنسبه لي هو ده بالنسبه لي الحب، اللي انا حد انا مش محتاج اغيره، وفي نفس الوقت هو جاي لي مش بيتغير، يعني مش بيحاول يغير من نفسه علشاني. وده صعب جدا. ما انا بقول لك كلنا مشاكل العلاقات بتيجي مع البنت ايه، او تقول لها اعملي وما تعمليش، دي مش بتاعتك يا برو. ماشي. ما ينفعش تقول لها اعملي وما تعمليش، هي زي ما هي، سيبها تتصرف زي ما هي، تلبس زي ما هي، تتكلم زي ما هي، تعاملك زي ما هي، وانت شوف ده مناسب ليك ولا لا. الراجل القوي مش الراجل اللي بيحاول يغير البنت، او الراجل اللي حاول اللي هو يسيطر على البنت. الراجل القوي اللي يعرف يمشي من علاقه مش مناسبه ليه. واقول لك على حاجه، انت في الزمن اللي احنا فيه ده انت ممكن مثلا تقول الدنيا بقت صعبه، اصعب حاجه ان انت تدور. بس هل الموضوع يستاهل؟ يستاهل. طب ده لما يستاهل استنى، انت تغير ترد على نفسك، انت بتقول لي يستاهل بس صعب ان انا الاقي شبهها تاني، انت بتناقض نفسك. لا ما بقولش كده، بقول ان انا معايا مثلا مثلا معايا دلوقتي حاجات انا ببقى عارف ان انا بدور على الشخص دوت، حاجات معينه في الشخص ده. بعد الشكل اكيد لازم تبقى عجباني، تمام. ماشي. الشخص ده لازم يكون شبهي، مش محتاج ان انا اغير حاجه فيه. ماشي، الكلام ده انت قلته وانا فاهمه والناس فهمته، بس انت في نفس الوقت بتقول ده صعب قوي ان انا الاقيه، فهي واحده ايوه بس بتقول صعب ان انت تلاقيه. ايوه طب صح. دور تستاهل، طب طالما تستاهل طب ما تستاهل ان انا اتجوز اربعه. يعني انا ممكن ادور على نفس اللي انت لقيته ده اكرره 3 مرات كمان. هي من الكثره يعني عايزين نلاقي واحده مش عايزين نلاقي اربعه. قصدي تستاهل من ناحيه ان انت بصراحه حد شريك حياه، يعني مش حاجه سنه وسنتين وهتقلب، حتى هتكمل وهتعيش مع العمر كله. فتاكد ان الشخص ده ماشي مع كل حاجه مهما. اكيد بس انت بتقول لي الراجل اتجوز مره واحده بس، هو اصلا عشان اللي انا كده بقول لك عليه مستغرب. بيثبت ان انا بقول لك ان انت صعب تلاقي واحده، هتلاقي اربعه. لا بص، هو مش صعب ان انا هو الاقي صعب واحده. تلاقي 100 واحده مش تعجبك صعب. شكليا واخلاق والكلام ده كله، كل ده لا سهل. لا مش صعب هو. انا بالنسبه لي البنت اللي معايا لازم تبقى زي بصمه صباعي، شبه على قد ما اقدر. يعني الشخص اقدر ان انا اشاركه كل التفاصيل من غير ما احاول ان انا لا مثلا لا ما تتكلميش بالطريقه دي احنا قصاد الناس، لا وانت ماشيه في الشارع ما تعمليش كده. انا عايزها زي ما هي. انا ببص للتفاصيل ليه بقى؟ انا عايز اللي يريحني، مش اللي انا اعلمها ايوه من انا عايز الاول. بنت ان انا اركز في حياتي مش بالظبط. اركز معاها هي. ماشي، ده قلنا مش سهل. فلازم انت يكون عندك طولة البال وتكون عارف انت بتدور عليه كويس، ويكون عندك ستاندر او معايير بره الشكل، لان انت هتمشي في الشارع دلوقتي هتلاقي 10 قلوب. متفق معاك في دي، مش كل بنت هتهيم تنفع تبقى مراتي وتنفع تبقى ام لعيالي. الام حاجه والبنت اللي عجباني حاجه تانية، او مراتي اللي هتشيل اسم حاجه مليون وبنتي في المية. عجبتني في الشارع حاجه تانية خالص. مليون في المية. لكن ايه اللي برضه يعني انا عايز افهمك، انت بتقول لي انا شايف ان لو حبيت بنت ما اتجوزش اللي هي، ما ينفعش لا ما اسمه اتجوز بس ده اربعه. هي بقول لك ان الراجل انا بشوف ان الراجل يقدر يحب واحده بس. ولو سالتني على الجواز لا شايف ان واحده كفايه، مش محتاج اكتر من كده. حته بقى طبعا انا مش عارف الشباب يعرفوا ولا، بس انا محتوى مش ريد بيل، هو قريب من المحتوى بتاعك وبنشارك في حاجات كتير. بس انا مثلا من الحاجات اللي انا بختلف معاك فيها حته ان الراجل لازم يبقى فيه منافسه. اه دي لازم في الحته بتاعت منافسه. الغرب، دي لازم. طبعا في الغرب ليه. لا هنا في الشرق. بره البنت ممكن تنزل معاك اول ديت تاني ديت تعمل معاك علاقه، ما هي نفس فانت الكلام. اوريدي لازم تخلق عندها دايما هنا تنافس. نفس الكلام، انت هنا ممكن من لا اول ساعه. انت في هنا، ناس كده. بعد ما تتجوزها مجرد ما تخش عليها انت يعني البنت خلاص بالنسبه للمجتمع والدين بقت مطلقه. انت لو طلقتها خلاص يبقى عندك فرص اكتر منها. هناك نفس الكلام على فكره، انت بس بتشوف الجزء اللي بيبان في الافلام فممكن تفكر ان كل لا الناس كده. خالص لكن فعلا. هنا في ناس تعرف الولد من دول وتنام معاه في نفس اليوم، وفي بنات ما انا ما بره بتكلمش على بنات وهنا. المحرمه، بتكلم في لا جواز. في بنات هنا برضو في امريكا بتقول لك لا انا مش هعمل حاجه الا بعد الجواز في امريكا. لا يا راجل في امريكا مش في الكلام ده. ولايات كده، انت عارف امريكا كام ولايه؟ عارف. والولايه دي اصلا انت مساحتها يعني في ولايه مساحتها اكبر من مصر. ماشي انا معاك في كل ده. وعادي في الولايه دوله، مش مجرد محافظه زي طنطا عندنا مثلا، تعال مع نقول احترامي لطنطا يعني.
لا تعالى نقول الشائع ان الديتنج اللي هو اللونج تيرم، العلاقات اللونج تيرم بره الجواز ده العادي، ده اصلا في ولاد بقت اصلا اللي هو يعني. المشكله ان انا يعني الناس اللي بره دي بسمع انا كتير جدا وبشوف كتير ومتقمص او منغمس في الثقافه بتاعتهم مختلفه عننا تماما. يعني ريد بيل بره حرفيا كل حاجه فيه تمشي معاهم بره، بس معانا احنا هنا لا. انت دلوقتي تقول لي انا هتجوز 4 عشان كلهم ينافسوا بعض مثلا، بينافسوا بعض عليا، فده يخلق دايما تنافس واخد احلى ما فيهم، صح كده؟ انا بقول لك انت كراجل مجرد ما تتجوزها، لو انت فضلت تعمل اللي انت كنت بتعمله قبل الجواز، ويا سلام بقى لو تحسن نفسك من كل الجوانب، انت تخلق عندها منافسه من غير ما تخلق، من غير ما تجيب اوبشن تاني. ليه؟ لان الست عارفه كويس جدا يا بس. دي بتبقى متجوزه الراجل من 10 سنين، متجوزها من 10 سنين، ولو اتشاهد في يوم ونزل وحط برفيوم تقول له انت رايح فين؟ ما ده قلق المنافسه. هو أنا لازم اتجوز فعلا عشان تبقى عندها قلق المنافسه؟ ما انا ممكن ما ابقاش عارف غيرها، بس انا بالسنس وبالطريقه خالق قلق المنافسه. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه بقى، ما هو ده انا بقول لك، يعني مش لازم، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. بس لو عايز اتجوز 4 ده مش حلف ان انا بحب الاولى، يعني عشان تبقى فاهمني، انا مش ناوي اتجوز 4 اصلا. انا مش معايا فلوس اللي مخليني اعرف اتجوز واحده اساسا. يعني انا بسعى لو معايا مش عايز بقى. بس لا، مش الفكره في كده. انا شايف ان لكل مقام مقال. فانا كاحمد هيثم دلوقتي مش بفكر في الجواز في الاربعه، ان انا مش قادر على واحده. لما اقدر على واحده اشوف الموضوع ده. بس بالظبط. هل انا شايف ان انا لو في يوم من الايام هتجوز واحده تانية ما بحبش الاولى؟ لا، بحبها عادي وبحب التانية عادي. ماشي، ما دي النقطة اللي بقول لك عليها. انا مش بنت عشان احب واحد بس. مش قصدي كده، أنا مش قصدي كده، أنا قصدي إن فكرة شخص واحد وأنت مختاره وشايفه مناسب ليك جدا، فأنت بتنجوي معاه الحياة بشكل عام، كل حاجة. فده إحنا يعني، عارف أنت ممكن يبقى عندك 5 6 أصحاب، بس فيهم واحد هو قريب منك أوي، ده اللي بتتبسط معاه، طريقتك معاه مختلفة. نفس الكلام اللي بقول لك، يعني مش معنى كده إن أنت بتتجوز أكتر مش هتتبسط، بس أنا بتكلم لو لقيت فعلا حد شبهك بجد، هتقضي معاها وقت لوحدك وهتخرجوا وهتسافروا وهتعملوا، فهتتبسط معاه. ده بقول لك عليه الاحساس ده مش هتلاقيه مع الاربعه، ممكن تلاقيه مع واحده، ممكن اصلا تتجوز 4 ما تلاقوش، ممكن تتجوز واحده ما تلاقوش. بس انا قصدي دور على ده في الاول قبل الجواز، بحيث ان انت لما تتجوز وكل حاجه تبقى روتينيه تستمتع وكده بكل كده حاجه. تتجوزش اي واحده وخلاص، بس في نفس الوقت ان انا مش متفق معاك خالص في حته ان انا لو بحب بنت مش هحب غيرها. لا، انا ممكن احب غيرها، ممكن اتجوز غيرها. انا غيرست كراجل اعرف اعدد عادي، ربنا انا قلت خلقنا ده عشان. طبيعي ان انت تتجوز. على فكره عشان تبقى عارف، يعني الاسلام جه قال لك 4، دي كانت حاجه وحشه زمان. طب ايه ده 4 بس؟ ايوه ما انا عارف، كان ما مثلا كانش فيه، كان متعودين على عدد اكتر من مفتوح. كده، اكتر من كده بكتير. ف4 دي كانت ليميت لينا كرجاله. احنا بطبيعتنا نبقى عايزين اكتر من كده. وزمان كان في جواري، يعني تشوف السلطان العباسي مثلا عنده بيت اسمه حريم السلطان. الحريم ده في ال4 اللي متجوزهم دول ملكات البيت، وفي الجواري جوزهم 20 30 جاريه بينام معاهم كلهم. فاحنا كرجاله بنحب الكتير. ما تجيش تقول لي انت مش هتحب. لا، انا هحب. انا بكلمك ان انا كراجل كتير دوت، لو قلت لي ايه اللي ناقصني في مفيش حاجه ناقصاني. لا ما فيش حاجه، بص مفيش هقول حاجه لك. ناقصاني، انا دي كامله ومدلعاني وانا حاببها. ومفيش حاجه ناقصاني معاها وهي زي الفل. انا عايز تاني. غرست كراجل. يبقى السبب ان العلاقه دخلت في ملل مش وبقى في ملل، روتين. انا مبسوط معاها جدا وبنبسط بوقت معاها جدا وبنبسط مع غيرها. لو انت دلوقتي متجوز واحده ومبسوط معاها كل حاجه، وفكرت تتجوز حد تاني ما فيهاش خايف حرفيا، فانت حسيت معاه بالملل اتعودت عليه، لا، مفيش ملل. فبتبقى عايز تاخد مغامره جديده، وده طبعا unlimited يعني بعد 4 تبقى عايز تاني تطلع الرابعه بقى اتجوز واعمل بقى زي لا، ده الحاج كده متولي الحاج بقى. متولي. لا. ما انا بقول لك قصدي ان الجواز زي ما هو حلال وكل حاجه، هو في الاول وفي الاخر شهوه، والشهوه ديت ما بتكتفيش. عارف انت جاي تقول لي الافلام والمسلسلات هي مأثره على تفكيرنا، وانت في الحته دي تفكيرك فيها متأثر افلام والمسلسلات. انت برضو بتفكر بلو بيل اللي هو حبيت واحده مش هتجوز غيرها لا يعني. ما قلتش مش هتجوز غيرها، بقول هتجوز غيرها لو اللي بس انت كراجل أصل اخدت زي ما انت قلت لي قبل كده، لو هي مثلا مش بتخلف فانا عايز اخلف، فهتجوز بنت عشان البنت دي هي اللي ايوه ما بقول هتخلف لي. ده السبب ان ربنا حاطط لك اكتر من ده من واحده ان ده انت. واللي انت هتخلف منها التانية دي مش انسانه. يعني ايه تبقى بتحب الاولى ما بتحبهاش وعايز تخلف منها؟ انت بتناقض نفسك. ازاي؟ يعني مثلا يعني نفترض انت مثلا، يعني زي ما بتحكي لي حد اتجوز بنت وبيحبها قوي زي ما انت بتوصف، مش عايز يتجوز غيرها عشان هو بيحبها مش هيحب غيرها، وهي ما بتخلفش. فانت قلت لي انه عادي ان هو يتجوز واحده تانية عشان يخلف. طب لو هو ما بيحبش التانية دي خلف منها ليه؟ والتانية دي ما عندهاش مشاعر. لا انا بقول يعني لك، التانية دي ممكن تكون بتحبه. ما انا بقول لك انت ممكن مثلا تبقى متجوز واحده وتحبها، تمام، وعايش معاها الدنيا مبسوط. انت دلوقتي بتقول لي ده افرض هي ما بتخلفش، لو هي مثلا ما تخلفش وهي مش عايزه تطلع، عايزه تعيش معايا، وانا مش عايز اطلقها ومش هان عليها العشره، ورحت اتجوزت واحده تانية،
ما انت هتعملها بما يرضي الله. هو بعيد عن الحب والمصطلحات دي، مش في قرآن وفي سنة بتمشي عليها وبتعملها بمعاملة بتطيع ما ربنا. تحبش. ما دي النقطة، أنا بقول لك أهو، أنا بكلمك أهو النقطة أهو. أه أنت ممكن تبقى اللي أنت ما خليتش منها دي تبقى أنت بتحبها وميال ليها، والتانية تعملها بما يرضي الله. ونفس الكلام اللي بقول لك عليه، أنت ممكن تقدر تتجوز 4، التلاتة التانيين تعملهم وتسوي بيهم كل حاجة. بس أنا بقول لك أه أنت هتبقى ميال لواحدة أكتر من التانية. هل عدل ان انا اتجوز واحده لمجرد ان هي عشان تخلف لي الواد وانا ما بحبهاش؟ مفيش حاجة اسمها عدل وظلم والكلام ده جايز. ما انت بتقول اهو حب ومش حب، وانا ما اقدرش ان انا اتجوز اكتر من واحده. انا برد عليك بمبدا. لا انا بتكلم ان انت كراجل دلوقتي لو انت متجوز واحده وبتحبها ومش قادر ان انت تستغنى عنها، بس ما بتخلفش، تمام، حقك ان انت تتجوز تاني عشان تخلف، أنت عايز تخلف، ما مش عايزها تتطلق، صح كده؟ فالتانية مجرد اداه بقى، مش انسانه. نروح المول ناخد واحده نخليها حامل وتخلف لنا الواد بعدين نرميها، صح؟ لا مين اللي قال كده؟ اه نعيشها معانا فضاء او احسان. ما انت المفروض زوجتك لها حقوق شرعيه عليك بس انت بعيدا مش عايزها، انت جايبها بتتكلمني. مجرد سد خانه. لا انا ما قلتش كده، انا بتكلم ان انت في الاول ان انت حبك للشخص هو ليه علاقه متوازيه بمعرفتك بالشخص. الشخص الجديد ده ممكن بعدين يبقى من العشره والكلام ده كله يبقى في حب، بس انا بتكلم ان انت بتقول لي انا احب الاربعه زي بعض ومش عارف ايه، فاهم ازاي؟ انا بتكلم حد شبهك، حد انت فعلا تبقى عايز تكمل العمر كله معاه، وشايف ان انت مستكفي بيه، بعيدا بقى عن ان احنا كرجاله ممكن نعمل علاقه مع اكتر واحده وبيولوجي والكلام ده كله، معاك في كل ده. بس انا بتكلم على شريط حياه مش اداه جنسيه. ما احنا كرجاله لو قلت لي انت كل يوم بتقول واحده اداه اقول لك للحمل ماشي. دلوقتي. ايه؟ اداه للحمل. ليه اداه بعدين للحب؟ مش كل واحده، مش كل يوم واحده برضه، ماشي، ودي غريزه ما هو ده ان اذا انا كنت انا بقول لك احبها. يعني انت مثلا متجوز التانيه، انت متجوز التانيه عشان الاولى ما بتخلفش. ما هو الشرع حلل لك كده، انت تقعد بقى عشان انت بتحب الاولى بقى ما تتجوزش. ما هو بقى جه الجواز طب التاني انا عشان شرح ما كده. حللنيش ده بربط عدم قدره من الاولى على ان هي لا تعمل هو كده. هو اتاحه، يعني متاح لك ان انت مثلا مراتك اتشلت عملت حادثه فاهم؟ بعد الشر يعني مثلا، ايه. يعني مش قصدي عليك مثلا، تروح بقى انت تعمل حاجه حرام. ما هو ربنا عمل اربعه عشان يبقى في فرص ان انت دايما يبقى عندك لو هي حاجه. كويسه وسليمه وبتخلف وما شاء الله عليها، ربنا يبارك لها زي الفل، وانت عايز تتجوز تاني، ايوه الله. ايه السبب؟ ما انت لازم يبقى في سبب. مش لازم. مين قال لك لا يبقى سبب؟ ناقصك ده حاجه. بقى الشغل البلو بيل اللي انت مصدقه لا لحد دلوقتي. لسه فيك حته بلو بيل يا طارق جنباوي. انت لسه مقتنع ان انا ولا الراجل بلو يتجوز واحده بيل بس؟ ولا بلاك بيل ولا ريد بيل. انا شايف اللي انا بقوله قناعاتي ومن اللي انا يعني شفت في حياتي. دي ممكن ناس كتير ما تتفقش معايا، بس انا شايف ان الراجل فعلا مش محتاج اكتر من واحده، الا لو هو الشخص اللي معاه ده اثر معاه حاجه. ممكن بعد الجواز تتغير، طب هروح اتجوز عليك اطلقك، بس انا بتكلم من الشخص اللي معاك زي ما هو واحسن. هتتغير لو هي ضامنه ان انت معاها على طول وهتفضل دي بتعتمد ثابت عليك مش انت هتبص وحياتك لغيرها. براها. دي بتعتمد عليك انت وحياتك، طول ما انت بتبقى احسن مع الست هي اللي بتخاف تخسرك مش العكس. احسن معاها بايه؟ يعني انت دلوقتي مثلا انت دلوقتي رحت اتقدمت لواحده واتجوزتها، تبقى بس مثلا مرتب مثلا 20,000، انت بعد سنتين ثلاثه من الجواز بقى مرتبك دخلك 100,000، اشتريت عربيه، غيرت الشقه، رحت في منطقه احسن، جبت لها مثلا حاجه، يعني انا حسنت من انا من جسمك. الاخر موارد. يعني انا لا احبني طول ما انا بصرف عليها. طب ما في جيف مش بيزوس، قصدي حسنت من جسمك. في توم بريدي اتخانته واتطلقت منه. مش قصدي كده، قصدي ان انت كراجل في حاجات ماتيريال اللي انت تقدر تصرف فيها على الست اللي معاك، زي كل الحاجات اللي احنا قلنا، الماديات دي وشخصيتك. ما انت ممكن تعمل كل ده وتبقى شخصيتك ضعيفه وتبقى دلدول وكل الكلام ده كله مش هتحترمك. طيب فلوس وماديات وشخصيه، ولا فلوس وماديات من غير شخصيه، ولا شخصيه من غير فلوس؟ لا الاثنين. هي الشخصيه اللي عرفتك بيها وحبيتها وقررت ان انت تتجوز الراجل دوت، بس تيجي مثلا ما تبقاش انت مثلا بعد الجواز كنت بتتعامل معاه او بطريقه دلوقتي علشان ايا كان السبب تنازل مثلا عن كرامتك عن احترامك عن كذا عن كذا ايا كان، وتقول لي اصل انا مش مخليها محتاجه حاجه، ده انا كنت بصرف عليها كذا دلوقتي بصرف عليها كذا. في رجاله كتير كده، أو الكلام اللي أنا بقوله لك ده من الواقع، كان عارفها في حال وبقى افضل بس شخصيته باظت. اللي انا بقوله ان الراجل عامل زي البصمه، الست عامل زي اكتر. ايه؟ البصمه. البصمه. الست هي اكتر واحده، عارف انت، آه عارفه كل حاجه عنك من الاخر، يعني عارفه ما يبقى فيك حاجه غلط، بتحس مثلا لو في حاجه مش متظبطه فيك، فانت اكتر واحده بتبقى عايش معاها هي عارفاك. انت مثلا على سبيل المثال نفترض ان انت مثلا عايز تروح مكان مثلا تشتري شقه،
في منطقه معينه، وهي عايزه منطقه تانية، وانت تقدر تروح المنطقه دي مثلا وانت تقدر عليها، تمام. بس انت وافقت عشان ما تزعلهاش ونكد وبتاع وهي عارفه ان انت وافقت عشان كده، مش مقتنع. ده اللي انا بكلمك عليه، ده التغيرات اللي بعد الجواز. او مثلا علشان علاقه جنسيه، آه، بقى لها فتره كده كل شويه تعبانه مش عارف ايه، رحت رازعها هديه وعارف انت بتعمل عشان كده. فانا قصدي ان الست اللي معاك حافظاك اكتر، فقوه الشخصيه وان هي تفضل تحترمك دي انت مش محتاج تثبتها مثلا ببنت، ولا محتاج تثبتها بفلوس او كذا. وفي نفس الوقت ممكن تكون انت شخصيتك احسن وراجل معاها اكتر وبتعرف تشكمها وبتعرف تحط حدود معاها، والحديد يعني الموضوع فضل ينزل بيك الارض وتفضل مكمله معاك. عارف ليه بقى؟ مش حوار ماديات ولا بتاع، انت نفس الشخص، بس تلاقيك وانت مثلا نزل بيك الارض ان انت بتحاول ومش بتشتكي، وان انت نفس الراجل اللي مش بيستسلم لقرفته. مش اكتشفت ان انت مجرد نزل بيك الارض قعدت تشتكي والظروف وبتاع وقعدت جنبها في البيت وتقول لي شخصيتي قويه، الراجل شخصيته قويه ما بقاش يشتكي ولا يدور دايما على ظروف. فلما تلاقيك ده بتحاول، التوافق بقى اللي انت لما بتتكلم تلاقي عليه. ايوه بالظبط، ما انا بقول لك لما تلاقيك بتحاول حتى لو نزل بيك الموضوع بالماديات، تمام. بس لما تلاقيك ان انت معاك فلوس وشخصيتك ضعفت وبتاخد قرارات وبتسمع كلامها في حاجات او غيرها بيأثر عليك، هنا لا، هنا كده هتبدا مش يعني احساسها بالامان معاك هيبدا يقل، مش هتحس ان هي ماشي، حصل. بس برضو انا شايف ان انت قلت لي كلمه مضايقاني قوي، ان هو لازم يكون في سبب عشان اتجوز تاني. ايوه انا مقتنع، انت هو بتقول ده مش لازم يكون في سبب. انت بتقول ده بلو بيل. انا ده مش بلو مقتنع، بيلا. مش سبب مقتنع. لمين؟ ايه؟ سبب لمين؟ اشرح سبب ده لمين؟ مين ليه انت سلطه انت ايه عليا؟ ما تجاوب السؤال ده على نفسك. انا راجل ما حدش ليه سلطه عليا. انا لو ما فيش سبب وانا عايز اعمل حاجه هعملها. ايوه لنفسك انت، ما قلتش انا بقول لك انت. انا دلوقتي لازم اكون صريح مع نفسي، انا ليه عايز اعمل كده. بنبسط مع التاني وبنبسط مع دي. ايوه يعني ناقصك انبساط. لا مش ناقصني انبساط. خلاص يبقى انا مش ناقصك انبساط، هتروح تتجوز تاني ليه؟ عشان دي غريزه انا تانية عجباني وعايزها زي ما انا عايز الاولى. ما انا بقول مفيش لك حاجه ناقصاني ما في انا بقول لك الزوجه بس غريزتك انا عايز دي التانية. انا بقول لك غريزتك دي ربنا خليها عندك. مش بس أربعة، أنت ممكن تبقى متجوز أربعة وتبقى برضه بسباص وعايز تاني. عشان كده ربنا حط لنا ليميت ان هيقف اربعه بس. فأنت عايز تاخد حق تالت ومتلت. الله. طب ليه؟ ما أنت ممكن بعد تتجوز الرابعة تطلقها وتقول عادي، ما أنا حقي، ما أنا أطلقها دي شبرخاني أو حصل منها كذا واتغيرت، أتجوز واحدة تانية. لو الطلاق حلال ربنا برضه، بس انا مش شايف ان انت تتجوز عشان تتجوز إحنا بالطمع. عايزين رأي الشباب، يعني الشباب إحنا طولنا قوي في النقطة دي. أنا شايف إن أنا قلت وجهة نظري وأحمد نفس الكلام. قولوا لنا رأيكم ونخش ونموف انت أون عارف انا على عندي حل سحري. نعمل جواري. رجع إيه؟ الجواري تاني. جواري ليه؟ عشان يبقى اكتر من اربعه بقى. يا حلم حياتي ايه والكلام ده، انا قلت البنات أنا قلت اعرفهم رأيي. بجد. كنت قاعد مع كذا بنت اعرفها قلت لهم الكلام ده قبل ما اخطب يعني، وبعد ما اخطب التاني قلت لك خطيبتي برضه يعني. ايه اللي انا حقت لك لو عملت اللي انت تفكر فيه ده يعني بس. المهم كنت بقول لها ايه، انا هاخد بيت في مصر الجديده. وفيلا كبيره. وهسميها حريم احمد هيثم. تمام، وهبقى اتجوز حريم اربعه. السلطان. احمد هيثم. لا يا عمالة بلو بيل، انا هتجوز عليها. اتجوز اربعه واجيب جواري. واجيب بقى الناس اللي هم فاكر الاغنى، الناس اللي هي المخصيه دي هم اللي يطبخوا بقى وينضفوا ايه ده يا الملايات اللي مخصيين مش عارف ما تعرفش الموضوع ده. يعني هم عشان كده دول فصيل معاه من المجتمع الاغنى، دول اللي هم بيبقوا خدامين حريم السلطه. وانا كنت حامل حريم احمد هيثم. فيلا صغيره كده. 4 جار ولا حاجه، حريم احمد هيثم بس. قالت لي انا هقتلك يا احمد هيثم لو عملت كده. بس. ده من الطموحات اللي عندي اللي انا مش هحققها غالبا يعني لا يا بس. عم انا عايز اعمل فلوس، الحريم كده كده الحاجات موجود. دي فلوس، هو انت الفيلا دي حاجه ببلاش؟ لا مش شرط الفلوس كواقع، الفلوس كوسيله ان انت تقدر تحس بيها مشاعر كراجل تاني، بعيدا عن موضوع ان الست شريكة حياتك. قصدي ان في حاجات كتير جدا تقدر تديك الاكتفاء ويحسسك بالنشوه غير النشوه الجنسيه كراجل، الواحد في المفروض يسعى لها. النجاح انا عايز انجح في كل حاجه عموما، اي حاجه اعملها عايز ابقى نمبر 1 فيها. انت شفت النهارده احنا كنا عندنا في التصوير، بس انا ليا رؤيه معايا للبودكاست، فقلت لك لا محتاجين نظبطه بشكل تاني يعني كان لازم. بس برضو ارجع واقول لك او اسالك سؤال خطير. ايه الحاجه اللي انت بتنصح بيها الناس بس بتعمل عكسها؟ مفيش اي حاجه خالص. خليك واقع. اديني مثال. عندك مثلا سامح بركات لما كان معايا في الحلقه قال لي ان الحاجه الوحيده اللي عملها عكس اللي هو قاله في الفيديوهات انه قعد يتناقش مع ابو خطيبته ان هو مش هيكتب قايمه، وقعد يفهمه ليه، مع انه كان قال في الفيديوهات اللي يقول لك لا سيبه وامشي. بس هو لا قعد يشرح فعلا. وشرح باستفاضه كمان. فده عكس اللي هو قال. فانت تفتكر ايه الحاجه اللي انت عملتها عكس اللي انت قلتها؟
بص ما فيش اي حاجه في دماغي، بس في حاجه انا كنت بعملها زمان ومقتنع اللي هي صح، بس انا عملتها مع البنت اللي معايا دي وما عملتهاش مع حد قبل كده، او ما بدا يبقى عندي وعي وبدات اللي انا فاهم من سنين. دي حاجه عملتها ما عملتهاش مع بنات كتير يعني. كل اللي انا مثلا، والحاجه دي الوحيده اللي لسه ما اتكلمتش فيها، تصدق عمري ما اتكلمت فيها. ايه هي؟ ما اتكلمتش فيها علشان انا يعني العلاقه اللي انا فيها دلوقتي انا ما عملتهاش. مم. فاهم ازاي؟ بس انا مقتنع ان هي المفروض تتعمل. يعني عملتها مع بنات كتير، وهي الوحيده الشخص اللي معايا دي اللي عملتها معاها، ان انا قلت لها بحبك الاول. انت عملت مصيبه. لا مش مصيبه بالنسبه لي، يعني لا، مع هي الحمد لله معايا مصيبة. الشخص الصح. بس مفيش حاجه كلمة. اسمها الشخص الصح، في حاجه لا اسمها لا الشخص دلوقتي يعني انا الانسان. قصدي مثلا انا لما عرفت الشخص ده ساعتها انا كنت واعي كفايه. يعني اولا ما كانتش فتره قليله، كنت واعي كفايه ان أنا اعمل كده، وفي نفس الوقت انا كنت فاهم شخصيتها كويس وعارف ازاي اتعامل معاها. يعني عارف ان الشخص مثلا قصادي دوت مش من النوع مثلا اللي هو بيقرب حد منه، مش عارف الشخص اللي قصادي دوت من النوع انا مثلا. اسمعها عليك يعني، عارف انت بتتفرج، فانا مش ضدك، بس هي رسمه ده لا هي عليك بتكرهك والله. كده كده. انا عملت لك ايه كده؟ بس لا، هي رسمه عليك شخصيه ان هي انا تقيله، اصل انا هتكسف اقول لحد انا لا ده راجل مش بادئ من بتكلم على كده، الاول. بعد بتتكلم قصدي ان انا لما عرفتها وعرفت اسلوب حياتها اللي بتعمله، طابع حياتها والظروف والكلام ده كله، هي عندها زي ما تقول كده ايه، الحياه خلتها ان هي معتمده على نفسها. بس لما بدأنا احنا في فترة التعارف والكلام ده كله، بتبادر وتتكلم يعني من أول أسبوع، ومبينة إن هي عايزة تتكلم وكل الكلام ده كله. بس هي مش من النوع اللي هو عارف أنت، كل ما تكون الشخص اتعود، بالذات البنت لما تتعود اللي هي مثلا معتمدة على نفسها ودايرتها صغيرة والكلام ده كله، صعب جدا اللي هي تظهر ده، وخصوصا إن هي مثلا لو أنا أول حد في حياتها تظهر ده لحد. فاهم إزاي؟ فبتبقى عايزة تطمن أكتر مع الوقت. فاهم إزاي؟ فانا على قد ما اقدر، انا لما قلت كده زي ما انا كنت بقول، حته ان انت تبقى متاكد ان الشخص دوت انت عرفت الوحش والحلو فيه، متقبله كل حاجه. فانا اكيد يعني بعد السنين دي كلها شفت، جبت اخرها وعرفتها فتره، قدرت ان انا لا الشخص دوت تمام. فاهم ازاي؟ الشخص دوت انا يعني اقدر ان انا اقول اخد معاه خطوه، واوريدي ساعتها اصلا يعني المفروض انا كنت هخطبها بعد 3 شهور ولا حاجه، ودي عمري ما كنت افكر فيها مثلا، او شهرين ونص. وكلمت اهلها، واهلها عارفين ان احنا بنتكلم نتعرف وكده، ما كانش حاجه من ورا اهلها يعني. بس فما حصلش نصيب ساعتها، الظروف كانت عندنا واجلنا، المفروض ده تبقى قريب يعني. فدي من الحاجات اللي هي اللي انا ما كنتش بعملها قبل كده وعملتها مع دي. فاهم؟ بس كان بسبب مصيبه مصيبه. لا مش مصيبه ولا حاجه، بالعكس. مصيبه، دي من اسس الانجذاب، ان انت هي اللي تعترف لك بحبها الاول، انت عملت العكس. لا انا شايف ان شايف كلمه الانجذاب دي ملهاش علاقه خالص بان انت تقول لها ليها كلمه ولا لا. علاقه يعني. الانجذاب بيموت لما تبدا ان انت يعني تلغي حياتك، تلغي شخصيتك. مش انت طارق هنداوي، ما انت عارف الحاجات الصح كلها، فانت هتعرف تليس الموضوع، هتعرف تطلع باقل ضرر ما انت منه. لكن سالتني. هل اتضريت؟ لا اكيد طبعا. لا، اتضريت، وهتشوف الضرر ده لو انت لسه ما شفتوش. بس انت عارف حاجات صح كتير، بعد هتعرف. سنتين. عادي، هتشوفه في اوقات معينه، والله بتبقى بعد 10 سنين كمان بتلاقي البنت بتقول لك حاجه ولا كانت على حسبانك ولا على كانت دماغك، لا انا فاهم ان انت تصدمك. انا فاهم ان انت بس انت بتقول. طارق هنداوي، فانت هتعرف اللي هو اقل انا ضرر، مش عايز. اعرف اظبط الدنيا. لا انا مش عايز اعمل الموضوع شخص عليا، بس مثلا زي ما انا قلت مثلا، انا قلت لها مثلا بحبك الاول، كنت بقولها على وعي وعارف انا بقول كده ليه. بس هي اكتر من اكتر الناس مثلا اللي جات لي في فتره انا في حياتي، انا اصلا ما كانش ينفع يبقى في حد في حياتي، وعرفتها صدفه. وهي ما قالتش اي حاجه وشافت كل حاجه، ما خبتش عنها اي حاجه وشافت كل ده، وقررت ان هي تكمل. وحياتي دلوقتي وهي فيها، انا كنت هناك كنت حرفيا 180 درجه في كل حاجه بقى. على مستوى مثلا الشغل، ماديا، مش عارف ايه، اجتماعيا، حتى كان عندي مشاكل معايا في البيت. فهي عارفه كل ده ودخلت الفتره دي في حياتي. بس انا شفت فعلا ان الشخص ده مناسب ليا. الشخص ده باصص لطارق بعيدا عن طارق يعني. شفت ان هي دخلت في مرحله صعبه وقررت ان هي تكمل فيها. فلبست فيها كده يعني كام حاجه انا كنت بدور عليها، او اللي هو انت عارف انت، في حاجات معينه كلنا بنبقى في احلى اوقاتنا زي دلوقتي. لو دخلت مثلا بنت مثلا بتتكلم معايا، انا هكون معاها اكتر، حساس اكتر، اديها وقت اكتر، في اكتر، شوف انا معايا عشان ايه. اما دي جات لي في وقت انا كنت بتعامل على طبيعتي جدا، وفي نفس الوقت انا يعني كان عندي الوعي كفايه ان انا اعرف البنت دي اولها ايه واخرها ايه.
فاهم ازاي؟ يعني كنت سابقها بمراحل بكتير. وفي نفس الوقت حته ان انت تقول للبنت بحبك الاول او الكلام ده كله، انا شايف الوقت يعني ما ينفعش مثلا تبقى لسه صاحبتها من اسبوع وتقول لها بحبك ولا لا كده. دي مصيبه دي. بس انا بتكلم في نقطه ايه، ان انت، انا مثلا على سبيل المثال دي اقول لكم حاجه صدمه مثلا. زي ما قلت لكم الموضوع ده، انا عمري ما اتكلمت معاها في الشات لحد دلوقتي، عمري ما اتكلمت معاها واتساب ولا حتى في فتره البدايات. اللي هو لو خارجين مثلا انت فين بس كده في رساله. او لا، انا اول 6 شهور ما كنتش بتكلم معاها خالص. انا كنت ماسح الواتساب الكلام كولز بس. نص ساعه مرتين في الاسبوع، ده لو اتكلمتهم اصلا. ممكن اقعد باسبوعين 3 ما اتكلمش. لو نزلت مرتين، مره في الشهر ولا 2، ممكن اقعد بالشهور. ما بيجيلكش شعور ان انت مثلا ما بحس ان انا ناقصني حاجه، ودي كانت حاجه بتجننها. لا سؤالي مختلف، وما بيجيلكش شعور ان انت يا طارق يا هنداوي ركز معايا، مش بتحس ان انا بعيد عنها ما بكلمهاش إلا ابدا، كل فترة؟ عمري ماليش نفسي افتش في موبايلها اشوف لو كلمت حد خالص. غيري. ما عملتش كده. دي مش تماما. ليه بقى ما عملتش كده؟ ايه حته اللي فتش موبايلها ولا؟ اه تفتش موبايلها. خالص. اولا لو انا لو انا فكره ان انا اجيب ان انا افتش موبايلها، انا هقطع علاقتي اصلا. ده كده في 100%. شك دخل بينكم في قله ثقه والموضوع باظ. او دي حاجه، بص، الحاجه دي لو هي اتسمحت لده، تمام. والشك ده عامل زي ايه، عارف انت ايه، مجرد ما بيلمسك ما بيعرفش يخرج منه. لو هي سمحت لده هيبقى للاسف خلاص. استمحت لده. بقول لك لو هي سمحت لده يبقى للاسف. يعني انا لو شكيت فيها خلاص، بغض النظر شك صح ولا غلط، انا مش هينفع اكمل معاها. ليه؟ فانا بشوف دي مسؤوليه البنت. ان هي تخليك تشك فيها اصلا. لا، انا دلوقتي بتعامل مع الشخص بثقتي انا. يعني انا بتعامل ان انا شخص واثق من نفسي وبتعامل معاه، فانا مش في دماغي شك ولا حاجه. بس انا مش اهبل، يعني اقدر اشوف الشخص اللي قصادي وافهم افعاله سواء معايا في الموبايل. حاجات كتير جدا اتغيرت عن قبل كده، فانا عارف ده كله، عارف العلامات دي، واعي كفايه ان انا اعرف العلامات دي. فاهم ازاي؟ فدي النقطه، ان انت في حاجات معينه احنا الشباب بيقول لك مثلا شك مثلا معناها ان انت مثلا تروح تفتش موبايلها. بقول لك ايه، لو بتكلم 10 وانت مسكت موبايلها ومش عايزك تشوف حاجه مش هتشوف. مش هتشوف اي حاجه، سناب شات بيمسح وتليجرام بيمسح واكونت بتتشال. ومع ذلك انا في حاجه بعملها تعمل ب... ايه؟ يعني وبعملها في وقت البنت اصلا عمرها ما بتتوقع ان انا هعملها فيه. ايه هي؟ بعملها مره واحده، لا هي عدت الاختبار ده خلاص، والاختبار ده وقعت منه الاختبار اغلبيه ده البنات. إيه هو؟ اه. الاختبار السري لطارق هنداوي اللي ده بيخليك تعرف. ده الاختبار، بس خلي بالك قبل ما تعمله لازم يكون عندك الشجاعه، وعندك بولز او الشجاعه او الجرأه ان انت تكون قد الاختبار ايه ده. هو الاختبار؟ الاختبار ده آه بيحقق إيه الاول عشان ابقى ملم بالهوك بتاعه؟ بيوصلك انت تتاكد هي بتخونك ولا لا، او عارفه لا غيرك ولا لا؟ لا او اختبار ايه بالظبط؟ اختبار ان انت تبقى عارف انت الشخص الوحيد اللي في حياتها، وان هي كل تركيزها معاك انت. لو عايز تعرف البنت اللي معاك، لان انت لسه متعرف عليها من اسبوع 2، انت الوحيد اللي بتكلمها وعندك الجرأة ان انت تعمل كده وتستحمل رد الفعل، امسك موبايلها تاني ديت، قول لها عايز امسك موبايل. لو قالت لك لا، شكرا. عملتها. لو قالت لك طب ثواني اخش الحمام واجي، لا. لو قالت لك خد التليفون اهو، رجعه لها تاني. طب بص، خد التليفون افتح الماسنجر بس ما تفتحش واتس. لا، فتحت لي ساعتها التليفون قالت لي هو ده. لا انا مش عارف. حصلت معايا في مره. بس انا بقول لك يعني ده احكي لك موقف، عارف ان هي بتتفرج. لا ثواني انا ما عملتوش الا مع البنت دي. عارف انت اللي هو ايه؟ ايه مره. لا ايوه، ما انا عارف اللي هو مره، بس انا عملته مع دي. عارف انت فيك كل حاجه انا بدور عليها بالعقل وبتاع. وحتى يا راجل، ده علاقتها بابوها خدت قلبي من اول. علاقتها بابوها من اكتر الحاجات اللي هو، يعني عارف انت انت. ازاي كده؟ علاقه بجد. يعني علاقتها بابوها، انا بشوف علاقه البنت بابوها هي نسخه من علاقتها بجوزها قدام. يعني مثلا انا لما اتعرفت عليها بعدها باسبوع ابوها كان عارف، ما تخبيش حاجه عن ابوها. كويس كويس. فاهم ازاي؟ فدي حاجه مثلا ان شاء بالنسبه الله. لي اللي هو ريت جرين فلاج كبيره قوي، حلو، علامه حلوه قوي ان انا تمام. فاهم ازاي؟ ما بتخبيش حاجه عن ابوها، فدي حاجه كويسه. فدي مثلا انا عملت معاها كام. تعالي بقى انا اديكي ايه هوك مره واحده، اشوف بقى اخرة ايه. خد التليفون اهو. بس عملتها بقى معاك كتير وخيشت ايوه في بنت تانية خيشت معاهم. اكيد. بص، قلت لها هات موبايلك، كان تاني ديت برضه. هي حاجه تخوف على فكره يعني يعني. ما انا شفت ايه دلوقتي، ولا هات موبايلك. قالت لي ليه بس يا اخو؟ هات موبايلك قاعد هقلب في عندك منع. قالت لي يعني طب بص خده بس ما تخشش على ماسنجر، خش على الواتس. قلت لها عليا. خدت منها دخلت على الواتس. الماسنجر بتاع الناس الغريبه والواتس بتاع الناس القريبه. انا هقول لك انا شفت ايه دلوقتي. خدت الموبايل كده
البنت كانت قاعده بعيد زيك، فجاه لزقت فيا وانا تقول ان احنا على سرير، بس ليه؟ انا منك اصلا لو عمل كده خلاص مش عايز اشوف خلاص. ما انا خلاص انا قريت الصوره، بس انا عايز ايه بقى؟ انا بتسلم، اصل انا قاعد في اليوم ودفعت حق القهوه خلاص، فاهم؟ يا جامد، ايه اللي انا مش جاي كده كده. يلا بقى احنا معانا اليوم، يلا. شفت امبارح دخلت الواتس قريت فيه شويه، طلعت لتحت لقيت لها فيديو في الفان دي بترقص مع اولاد، واحد بيشيش جنبها بينفخ الشيشه في وشها، يعني حاجات تقرف. وانا شفتها اسلوب حياتها ما ينفعش. لا محجبه بقى وبتاع مش عارف. المهم يعني بغض النظر، اقول لك على حاجه يا احمد، مش عايز اقطعك، بس من اكتر حاجات الاندر ريتد اللي الشباب اصلا مش بتاخد بالها منها، ان هو يعرف البنت بتقضي يومها ازاي مين صحابها، لا ما تخرج معاهم فين. صاحبتها بتقول لها تعالي نخرج في شله في 3 ولاد واحنا 4 بنات ونخرج مع بعض، وبتخرج مع ولاد عادي بس في مسمى الشله، ولكن ده ما ياكلش مش معايا. بيرمي في الزباله. ما ده اللي حصل، ما انا جالك الكلام، بس جالك الكلام. عملت سويرف بقى، خرجت من الواتس ودخلت على ماسنجر، فاهم اللي هو ايه، واحده كريستيانو رونالدو كده على طول، ما خدتش بالها. فلقيت مين اخر واحد بعت رساله؟ مايكل. مايكل بعت رساله، قلت لها مين مايكل؟ قالت لي احمد. لا مايكل لا. مين مايكل؟ عشان مسيحي يعني وانت مسلمه فعادي اكيد مفيش حاجه بينكم يعني. فدخلت على شات مايكل، ايه اللي حصل بقى في مايكل؟ تقول له يا حبوبي يا قلبوبي وحشتني يا كتكوتي. لا هتلاقي مايكل مزود خدمات المهم يعني انا اكتشفته كانت بتكلم مايكل لما انا كرف لها، ولما انا رجعت تسقع مايكل، فانا كنت خارج معاها، هي كانت مسقعه المايكل، ومايكل عمال لي بعت بقى انت فين انت فين انت فين. شفت حاجه مهمه جدا 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 بقى، قالت لي كلمه انا مش هنساها، قالت لي بص احمد، هو كان في غيرك بس انت المفضل. خليتك تتفرج الواد طلع عينك. ما المهم انا سبت البنت دي طبعا بعد الموقف ده، يعني خليتها هي اللي تحاسب و... ومشيت، ما عرفتهاش تاني بعدها، قطعت تدريجي معاها. وبعدين بقى خلاص عرفت خطيبتي وخطبت والدنيا جميله. بعد ما خطبت او في يوم الخطوبه حاجه زي كده، البنت جت دي تكلمني بقى، اللي انا احكي لك عنها دي. انت ازاي تعمل فيا كده؟ انت علقتني بيك، على فكره انا مش هفضل مسامحاك طول عمري. طلعت تعالي هنا انت بتشيشي مع رجاله وبتروحي الفندق ترقصي معاهم وكنت بتكلموا مايكل وعندك رجاله قد كده على الواتس وعلى ماسنجر، وجاي تقولي لي انت لسه التاني، نسيبك امتى؟ يا نهار ابيض. قالت بس اعتقد ده مش هيضايقك. هنستعبط، ده مش هيضايقني. فسبتها وتقريبا في الزباله. لا انا خاطب دلوقتي وخطيبتي يعني الحمد لله، يا رب نفضل مكملين يعني. لا ان شاء الله. فدي حاجه مهمه جدا. طب تفتكر ايه الحاجه اللي انت لو تطول تحطها على بطاقه التموين، الحاجه اللي انت لازم تعرفها لكل الناس بس هم رافضين يعرفوها؟ للرجاله للرجاله. حاجه قد ايه يعني؟ حاجه كبيره جمله ولا حاجه؟ حاجه في السريع منه. ايه؟ في السريع منه. الرجاله بشكل عام ولا رجاله مثلا متجوزين مخطوبين؟ إيه مثلا اي حد متجوز تنصحه بايه؟ متجوز؟ الحاجه اللي لازم كل المتجوزين يعرفوها بس كلهم ما بيعملوهاش، ولما تيجي تقولها لهم يقول لك لا انت غلط، بس لما يقع في مصيبه يقول لك انت كنت صح. صحتك الجنسيه اهم كتير جدا مما تتخيل. يعني انت لو بتعرف ان انت فعلا، بعيد انا مش بتكلم هنا كعضلات ولا بتكلم بتاع دوت شكلي ولا رياضه ولا الكلام ده، بتكلم في حاجات معينه تظبط صحتك الجنسيه. وهنا مش بتكلم كتغذيه، اكيد ان انت بتاكل اكل وفيتامين تعلي هرمون التستوستيرون وكل الكلام ده، بس قصدي في عضله معينه في جسم البني ادم، جسم الراجل، العضله دي هي مسؤوله عن قوه الانتصاب، مسؤوله عن تاخر القص، مسؤوله عن حاجات كتير جدا. من الاخر العضله دي انت لو بتمرنها انت مش محتاج اي حاجه بجد، حرفيا انت مش محتاج اي حاجه. فهي عضله الحوض لها تمارين معينه، 5 دقائق في اليوم لو انت متجوز استمر على الموضوع دوت هيبقى عنده اقتصاد مش طبيعي. ودي حاجه انا يعني خدتها من دكتور يعني. عضله الايه قلت لي؟ بين الحوض. ليه تمارين كيجل والحاجات دي اللي قصدك عليها يعني؟ ايوه. مم. دي انا مثلا يعني اكتشفت الموضوع وسالت بيه دكتور، لان انا جت عليا فتره كنت بلعب تمارين ضغط كتير قوي، كتير كتير، مم. فغصب عني كنت بمرن عضله الحوض معايا. مم. يعني ضغط كتير عشان يوصل للاشياء. انت ممكن مثلا اعمل 1000 في ساعه. قعدت فتره كده كنت مهووس بموضوع الضغط يعني، هرجع اتمرن تاني. بعيدا بقى مش بتمرن عشان عضلات، كنت بتمرن عشان حاجه ايه لها علاقه بالمنتال toughness ان او انت الصلابه العقليه. قادر ان انا اجبر نفسي اعمل كده. بالظبط. بعدين بعد شهرين 3 اكتشفت بيجي لي انتصاب حرفيا. يعني انا ما جربتش الفجر ولا عمري اصلا مش متجوز يعني،
بس حاجه مش طبيعيه، اللي هو لدرجه اللي انت عارف اللي هو في ايه اللي حصل لي. وبعد كده راح سأل الدكتور قال لي انت بتعمل ايه؟ فقلت له باكل كذا ومش عارف ايه. قال لي اه انت بتمرن عضله الحوض. فاهم ازاي؟ لو تكسر نفسك قبل ما حد يكسرك في ناحيه الضغط، اللي هو انا مثلا هعمل 1000 ضغط، انا كسرت مخي، برمجت نفسي، بقيت انا كنت ملتزم ان انا بتمرن اعمل. عشان كده. بس انت بتقولي متجوزين، مم. متجوزين والحاجات دي، قصدي ان هو مش محتاج اللي هو ياخد حاجات بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. لو هو بيتمرن 5 دقايق بيمرن عضله الحوض، العضله دي مسؤوله عن ضخ الدم في العضو الذكري، فدي عضله مم. بيوصل لها دم زي ما بيوصل مثلا البايسبس والتراي ايا كان عضله في الجسم. فدي اما بتمرنها بيوصل دم اكتر وقلبك بيضخ فيها دم اكتر، صح. فبيخلي. هضيف حاجه بقى في الحته دي، حاجه مهمه جدا. انت قلت المتجوزين فانا لازم ادي حاجه سيكشوال ولا عايز بقى؟ لا، هضيف في الحته دي، هضيف حته برضو. لو انت عايز ان انت تعمل ضربات قلب مش طبيعيه، سريان وجريان دم، تحسين الدوره الدمويه بشكل، طبعا الدوره الدمويه بتاثر على الناحيه السكشوال، فالحاجه اللي انت تعملها تاكل بنجر. اكيد. ليه بقى البنجر؟ البنجر فيه اكسيد النيتريك. اكسيد النيتريك ده بيوسع الاوعيه الدمويه، فالاوعيه الدمويه لما بتوسع الدم بيتضخ في جسمك، والدوره الدمويه بتمشي بشكل اسرع مليون مره من غير اكسيد النيتريك. مش بس كده، البنجر فيه حديد، ولو خلطته بحاجه زي فيتامين سي، ففيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد. وفي نفس الوقت لو انت قادر تمشي اكتر وقادر تتنفس اكتر وبتطلع من غير ما تنهج والدنيا جميله معاك، فطبيعي هتتحسن في السرير ده بشكل اكيد. اه طول ما انت بتمرن عضله القلب خلاص. والناس اللي بتتفرج على الستوريز بتاعتي دايما بيقولوا صار عصير احمر كده. العصير الاحمر ده فراوله، فيتامين سي، على اه زي في بنجر. الجروب ده. ايوه بنجر، اللي هو البنجر اكسيد نيتريك وحديد، على ايه؟ افوكادو او كيوي، دهون صحيه، عشان الدهون الصحيه دي اللي بتساعد في طبعا تخليق الحيوانات المنويه، وعموما بتساعد في، ظبط التيست برضه. غير ان هي بتدي الدهون، والتيست ده هرمون جاي من الدهون اصلا. الكلام ده بقى انا عرفته منين؟ عرفته الصراحه يعني، هو تصدق هو ما كلمنيش، ما قاليش اعمل حاجه، بس انا لازم اديله الكريدت لان الكلام ده انا ما دورتش عليه بنفسي. ممكن لو دورت كنت اعرف، بس هو اللي دور واجتهد وعرف. جن. جن. مين جن؟ احمد جن. ابتلع الحبايه الحمراء السوداء وانتظر المجريات القادمه، او تاهب للمجريات القادمه. جن عموما هو ما بيطلعش بيقدم محتوى بوشه، زي ده؟ بيقدم محتوى بس على الفيسبوك، وانت ما عندكش الفيسبوك فعشان كده ممكن تكون مش عارف. بس آه. جن ان شاء الله يعني هو هينزل كورس اسمه كورس التصعيد على التليجرام بتاعه، والكورس ده بيتكلم فيه على الحاجات اللي زي التقريض بقى، والحاجات معينه في الاكل، وازاي تظبط جسمك، ازاي تنظف الكبد الدهني، حاجات كده ليها علاقه بالتغذيه والاكل والمنتال تفنس والكلام ده. حلو والله، بتبسط لما الاقي شباب بتقدم. هو ما قاليش روج لي، وانا مش واخد منه فلوس، بس انا بجد اتعلمت الموضوع ده منه. انا كان عندي حاجات في القولون بسبب فاكر حوار الترمس، نزلت عليه فيديو، كل اه الترمس وبطني باظت والقولون والفولة. تعب وبتاع. كلمت، عارف قال لي ايه؟ قال لي شوربه حط فيها قرنفل وفلفل اسمر وتغطيها، اتقل شويه ربع ساعه بعدين اشرب. بقيت اعمل كده في الاسبوع مرتين 3 مرات، بطني اتحسنت، بطلت العلاج اللي انا كنت باخده بسبب الشوربه اللي بشربها دي. فكورس التصعيد هينزل على التليجرام بتاع جن، هسيب لكم اللينك تحت. وزي ما قلت لكم ما قاليش على اي حاجه، بس هو الراجل اللي يستاهل الكريدت. حلو. وبرضه في ناس بتعمل كورسات في البلاك بيل وبتاع، وشوف الموضوع. حاسس الموضوع محتاج كورسات، ان انا اعمل موينج واعمل فك كده هيجيب لي بنات اكتر. والله انا حموده طلع معايا في الحلقه وقعد يقول لي الفك مهم اه الحلقه اللي قبل صح؟ بس انا اختلفت معاه، ان رايي كان واضح في الموضوع ده في الحلقه، انا اختلفت قدامه الصراحه، اللي هو انا مش شايف ده الرقم واحد. ممكن يحسن فرصك في البدايات، لكن ده مش يعني لا، يحسن فرصتي في البدايات. طب ما أنا اخلق الفرصه لنفسي، وانا راجل ما عنديش ايد يعني، ما عنديش رجل، ما عنديش. هو انت مش محتاج كل ده، هو انت محتاج حاجه واحده. ما عندكش الطول، اهتم ببشره وشك. وشك يبقى شكلك، ما عندكش مثلا تحت عينك ازرق مش عارف ايه. شعرك يعني قصدي، لبسك. انزل اتمرن جيم، البس جزمه متلمعه. قصدي ان انجذاب البنت في الاول شكليا، وربنا ما طول بس يا جدعان ولا جو لاين.
ولا عيون زرقاء ولا اقول لك على حاجه، انت لو لابس وحش ووشك مش احسن حاجه وقصير واقرع انا مش كمان. مقتنع ان انت هتروح تعمل جولاين وعينك هتبقى عين مش عارف ايه، ان انت هتجيب بنات اكتر او لا، هتبقى انا بقول لك انت جذاب. اللي شوف كل الصفات الوحشه اللي انا قلتها دي وممكن تعرف احلى بنت في الدنيا عادي. ايوه انت، لو هما بيقول لك الجينات بتعمل، والله ما بتعمل اي حاجه. هي بتفرق، مثلا شكلك حلو بجيناتك، لكن جيناتك مش هتجيب لك واحده تنفع زوجة صالحه، مش شرط. لا انت عندك احلى جينات في الدنيا، تمام، انت 10 من 10 في كل حاجه، 190 سم كل حاجه، وبتعرف تلبس احسن لبس، بس طبعا ما تفتح بقك مع البنت ما بتعرفش تقول كلمتين وبتاعتي. خلاص. وبعدين ما بقولش الشكل ملوش لازمه، يعني مش بقول لك صفر، لا بقول لك واحد من 100 حاجه، مع احترامي لكل بتوع البلاك بيل كلهم على راسي. وفعلا بيفرق لو رزق تحت في المية زي ما بقول. انا اللي كان ليا ابن خالي اقسم بالله كان 159 سم، دخل الجيش بالعافيه، يعني المفروض ما يخش الجيش. وبقول لك هو اكبر مني بكتير، ودلوقتي متجوز مع 3 عيال. ان شاء الله. يعني كان بيمشي مع بنات اطول منه، فاهم؟ عادي. قصدي ان هو ما كانش حاسس ان هو قصير. لو انا مثلا على سبيل المثال، انا حاسس مثلا ان انا عيني مثلا ضيقه قوي، تبقى عامله لي مشكله. اكتشفت ان العين ده مثلا في الباك بيل دي حاجه مثلا، عين الصياد مثلا. هل دي ضافت الثقه في نفسي؟ انا نفس الشخص نفسك بشوف انت مثلا يا عم، مثلا مناخيرك كبيره، واكتشفت ان دي حاجه جينيه غلط، هتفضل ماشي حاسس ان انت واحد ضرب المطوه في وشك. ثقتك في نفسك مش بتيجي من شكلك، ولا بتيجي من فلوسك، ولا بتيجي من الناس اللي تعرفها. ثقتك في نفسك بتيجي من التعب اللي انت اشتغلت بيه على نفسك، والمجهود اللي انت حطيته ومفيش حد شايفه، سواء في مهاره اتعلمتها، سواء في مشاكل عديتها لوحدك، سواء في وقت صعب عديته لوحدك، سواء في مذاكره ذاكرتها لوحدك، مشوار مشيته لوحدك. المجهود ده صدقني عقلك مش بينساه، ده هو ده الثقه. هو ده اللي يجي في كلامك مع البنت، هو ده اللي بيجي ان انت لو واحد صاحبك مثلا عدى حدوده معاك تقدر تستغنى عنه. لو باباك ليه مثلا رأي في حاجه وانت شايفها مش مصلحتك، تعرف ان انت هتتكلم حتى لو باباك. الحاجات دي كلها بتيجي لما انت حرفيا تبذل مجهود. بص يا طارق، خلينا نختم معاك بسؤال عكس المحتوى بتاعك، لان انت المحتوى بتاعك للرجاله. كان انا السؤال ده للرجاله، كل الرجاله، بس الفتره الاخيره انت زودت الاستشارات، خليتها الاستشارات 30 سنه. والمتابعه فوق 30 سنه بس. طب لو انا بقى هعكس وهتدي نصيحه واحده للبنات، هتقول لهم ايه؟ للبنات يتعاملوا ازاي مع الرجاله او يقربوا منهم ازاي؟ عموما النصيحه على الواحده. فكره انا ما بعديش اسبوع لما الاقي بنت بعت لي تقول لي اعمل محتوى للبنات، انت اكتر واحد فاهم البنات. نصيحه واحده بقى للبنات دي انت نفسك ان هم يعملوها. اه حلو ده. اقول لها عايزه تعرفي الراجل اللي معاكي ده راجل ولا بق؟ عايزه تعرفي الراجل اللي معاكي ده فعلا بعيدا عن كل الصفات بقى اللي في شخصيته، او الراجل ده فعلا يوم من الايام لو انا حد جه عليا، لو انا حد مثلا جه على كرامتي، الراجل ده عارف يجيب لي حق ولا لا؟ اللي هو من الاخر الراجل ده يقدر يحميني نفسيا وجسديا وكل الكلام ده. ودي طبعا من اهم الحاجات عند الست. مم. شوفي انت لما تتعاملي معاه باسلوب وحش هيتعامل مع نفسه في حق نفسه ازاي معاكي. يعني لو اتعامل معاكي رجعك ان انت غريبه وحط حدود وعمل الموضوع كانه كارثه، بجد طمني الراجل ده تتجوزيه. لو حد بس كده رمش لك بعينه، تعرف ان انت معاك راجل هيجيب لك حقك. اما انت لو عرفت تيجي عليه، عارف ان انت مش مع راجل، حتى لو هو شكله حلو، حتى لو هو معاه فلوس، حتى لو هو عنده عربيه، حتى لو هو مشهور. لو هو ما عرفش يحمي حدوده واحترامه معاكي، انت احترامك هيبقى يعني يتبعتر مع كل الناس. صح. صح جدا جدا جدا. طارق هنداوي، انا اتشرفت بيك. حبيبي يا الحلقه غالي. النهارده كانت تحفه، وان شاء الله هتنزل على العيد. كل سنه وانتم طيبين، قبل ايه وافتكرونا بقى؟ يعني يوم الخميس ان شاء الله. افتكرونا بدعوه حلوه بقى، ونشوفكم على خير الحلقه الجايه. ما تنسوش لينك قناه طارق هنداوي على اليوتيوب، لانه هيعمل محتوى طويل هيكون في الديسكريبشن. لينك كورس التصعيد اللي انا اتكلمت عنه الجن، واقول تاني وتالت، الراجل ما يعرفش ان انا هتكلم عن الموضوع ده اصلا، بس هو يستاهل. انا اتعلمت حاجه منه، هو هيحطها في كورس، فانا لازم اقولها للامانه. هتلاقوا برضو اللينك بتاع التليجرام بتاعه في الديسكريبشن. واشوفكم الحلقه الجايه باذن الله.